أهلا ومرحبا بمتتبعي قناة الأستاذ البيض على في متابعة لبطولة أوروبا، بطولة إفريقيا للأمم التي تجري رحها بالكوت ديفوار، ساحل العاج 2023. مباراة ثمن النهاية اليوم بين المنتخب المصري ومنتخب الكونغو الديمقراطية تنتهي على وقع إقصاء المنتخب المصري بعد مقابلة ماراثونية بضربات الجزاء. مقابلة كانت في مجملها سجال بين الفريقين. كان في البداية سيطرة للمنتخب المصري اللي حاول أنه يباغت المنتخب الكونغو الديمقراطية بعد سلسلة من الهجمات، على مستوى الفرديات المنتخب المصري يمتلك فرديات محترمة جدا، منها مصطفى محمد لاعب نانت، وأيضا كان تريزيجي، وكان أيضا زيزو، مجموعة من ترسانة من المهاجمين اللي حاول من خلال المنتخب المصري أنه يباغت في بداية المقابلة المنتخب الكونغولي، لكن استمر التعادل حتى في واحد منتصف الشوط الأول أصبحت المبادرة أكثر للمنتخب الكونغولي اللي ضغط بالعناصر ديالو. كما تنشوفوا مقتطفات من أو صور من مقابلة مصر والكونغو الديمقراطية، ولو أنها من فترة ديال ضربات الجزاء. قلت المنتخب الكونغو الديمقراطية يتمكن في حدود الدقيقة 37 من افتتاح النتيجة، ثم بسرعة حصل الفريق المصري على ضربة جزاء بعد أن تلقى المدافع الأوسط حجازي لكمة أو بالمرفق على مستوى الوجه داخل منطقة العمليات. أعلن خلالها حكم المباراة بعد الاستشارة مع غرفة الفار على ضربة جزاء للمنتخب المصري انبارى لها الهداف لاعب نونت الفرنسي مصطفى محمد، مسجلا هدف التعادل للمنتخب المصري في حدود نهاية الشوط الأول. على أي المقابلة وصلت أشواط إضافية، وعرفت طرد اللاعب هاني فتحي المدافع الأيسر للمنتخب المصري بعد تدخل قوي على أحد لاعبي الكونغوليين، وكيلعب خلالها المنتخب المصري ناقصا بعنصر من الدقائق وسط الشوط الأول الإضافي، لعب فقط بعشر لاعبين. هذا الطرد اللي تلقاه المنتخب المصري يعتبر أول طرد في كأس إفريقيا بعد مدة طويلة، حيث أن آخر طرد في صفوف منتخب مصري هو طرد اللاعب مدحت عبد الهادي في سنة 1998 كأس إفريقيا التي نظمت ببوركينا فاسو. كانت المقابلة أمام المنتخب المغربي واللي انتهت ب1-0، الهدف الأنطولوجي التاريخي لمصطفى حجي في مرمى نادر السيد، الهدف الذي سيبقى خالدا في ذاكرة المتتبعين للشأن الرياضي الإفريقي على مستوى كرة القدم. اللجوء في الأخير إلى ركلات الترجيح، ضربات الجزاء، ومن خلال الاستماتة ديال الفريق المصري خلال المباراة الكل رشح
على أن مصر ستفوز بالمباراة نظرا لتواجد الحارس أبو جبل جاباسكي المعروف يعني بصده لركلات الجزاء في الكان السابق في 2021، حيث أنه يعني جلب القارورة السحرية المكتوب يعني التي يستعين بها دائما، لكن الظاهر أنها لم تفده هذه المرة أمام رغبة الكونغوليين. لكن ما لوحظ على أبو جبل بأنه يعني ليس أبو جبل الذي عرفناه، الذي كان يعني يشحذ الهمام ويحفز زملائه. يعني يبدو شارد الذهن، يبدو يعني قلق، هذه أمور يعني غير مطلوبة في حارس في هذا الوضع في هذه الظروف. يعني من ستوصل الفريق ديالو لضربات الجزاء، يعني يجب أن يكون حارس مو هادئ. يعني تنشوفوا هنايا القذفة اللي قذف حارس الكونغو، هذه هي اللي أحرزت التأهل للمنتخب الكونغولي. يعني الكرة في جهة وأبو جبل يبحث عنها في الجهة الخطأ. قلت حصة ضربة الجزاء، يعني نفذ اللاعبين يعني الأكثر يعني إتقان لضربات الجزاء ديال المنتخب. خلال حصة ضربات الجزاء يعني المنتخب المصري أول من قذف الركلة الأولى كان هو عبد المنعم المدافع الأوسط، يعني اللي تمكن بطريقة جميلة من التسجيل. ثم بعد ذلك يأتي الدور على في الركلة الثانية المنتخب المصري، كان مصطفى محمد اللي سجل في المقابلة، ولكن دائما نجم المقابلة، وهذا يعني تقريبا تنشاهدوا في مجموعة من المباريات أنه في الحصة ديال ركلات الجزاء يفلت وفعلا مصطفى محمد قذف خارج المرمى. يعني تتوالى ضربات الجزاء. يعني كانوا لاعبين، هذا حارس ديال المنتخب الكونغولي هو اللي يعني جاب التأهيل للمنتخب الكونغولي، رغم أنه لم يتصدى. يعني القذافات كانت كلها غير مؤطرة. إذا حظ سعيد للمنتخب المصري في قادم الدورات. أبو جبل كان هو اللي ضيع اليوم الركلة الحاسمة للمنتخب المصري، بينما حارس الكونغو الديمقراطية سجل الركلة الأخيرة، وبالتالي فازت الكونغو الديمقراطية. وأقدم لكم بعض الصور من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية من خلال حصة ركلات الجزاء الترجيحية الحاسمة. يعني ولكم التعليق عن هذه الصور، فتابعوا معنا هذه الصور التي ستظل تاريخية. فرحة المنتخب الكونغولي وفرحة عناصره المعتمدة على الرقصات الإفريقية دائما، فرحة بعد تحقيق الانتصار والتأهل. هذا أحد اللاعبين المصريين يسجد بعد تسجيله لركلة الجزاء. الجماهير الكونغولية كانت خير سند لمنتخبها الوطني. دائما صور فرحة المنتخب الكونغولي من خلال الرقصات
هذا حارس المرمى الكونغولي، الحارس الذي قذف الركلة الأخيرة والتي أحرز بها الانتقال إلى الدور الموالي المنتخب الكونغو الديمقراطية. حارس المنتخب الكونغولي محمول على الأكتاف، الحارس الكونغولي من طرف زملائه. مصطفى محمد في صورة معبرة بعد الإقصاء المر. مصطفى محمد كان نجما بدون منازع، وتمكن من تسجيل 4 أهداف في هذه الدورة. هذه هي ركلة الجزاء الأخيرة لحارس منتخب الكونغو التي سجلها في شباك الحارس أبو جبل. صورة تبرز ركلة الجزاء الأخيرة، الكرة في جهة والحارس أبو جبل في جهة. فرحة الجماهير الكونغولية. مصطفى محمد والحزن بعد أول هنا وهو يتابع يعني بعد تضييعه لركلة الجزاء خلال حصة ركلات الجزاء. يعني أحد المشجعين المصريين ينهار بعد نتيجة الإقصاء، يعني وهذه يعني يبرز الوفاء يعني الجماهيري الذي يحظى به المنتخب المصري من طرف الجمهور المصري، يعني الذي يتكلف عناء السفر من أجل التواجد خلف منتخبه. مصطفى محمد متأثر بعد تضييعه لركلة الجزاء. إذن حصلت اللاعبين المصريين بعد الإقصاء. مصطفى محمد يعني يتلقى المواساة من زملائه في المنتخب المصري. الحارس بطل الأمسية، حارس منتخب الكونغو، وأبو جبل هنا بعد تضييع ركلة الجزاء التي سددها. يعني مسار كبير لهذا الحارس، رغم أن يعني اليوم كان يوم نحس بالنسبة لمحمد أبو جبل. والرمز الفرعوني حاضر بين الجماهير وهي تتابع مباراة اليوم. ضربة جزاء تسجل من طرف رقم 11 سيلاس لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية. يعني متابعة دقيقة من عناصر المنتخب المصري لحصة ضربات الجزاء، والتآزر دائما حاضر بين عناصر هذا الفريق. يظهر النني. الجماهير كانت متحمسة وتنتظر بشوق فوز
تأهل المنتخب المصري هذا اليوم، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مرموش كان أيضا لاعب مؤثر، يعني أبان عن مردود طيب جدا، وسجل أيضا في أهداف هذه الدورة، كما أنه سجل في الحصة ديال ركلات الجزاء. مرموش. الجماهير المصرية دائما تساند المنتخب المصري. صورة معبرة، يعني وقت تنفيذ ركلات الجزاء، يعني مشجع يبدي اهتمامه البالغ يعني بمصير المنتخب ديالو، يعني يتابع بشغف حصة ركلات الترجيح. اللاعبين المصريين قبل نهاية ركلات الترجيح يتابعون تسديدات زملائهم. هنا جاباسكي، أبو جبل. هنا باقي يلا بداية الركلة الترجيحية هذه، باقي يلا هنا منتخب مصري سجل الركلة الأولى بواسطة عبد المنعم، ويستعد هنا أبو جبل لتصدي ركلة الجزاء الأولى لمنتخب الكونغو الديمقراطية. هذه هي الركلة ديال عبد المنعم، الركلة اللي كانت ناجحة جدا.